رغم ارتفاع اسعار الذهب عالميا وكسر مستوى ال 2000 دولار الاوقيه، هنلاقي ان الذهب المصري بيتجاهل الارتفاع العالمي دوت، وهنلاقي ان هو بينزل نزول سريع مش نزول عادي. يعني احنا بنتكلم ان عيار 21 كان من فتره صغيره كان كاسر ال 4000 جنيه، انت بتتكلم دلوقتي ان هو 3000 ونص و3480 وارقام. لسه هنشوف اسعار الذهب النهارده كام ساعه تصوير الحلقه، فهنلاقي ان هو نزل بطريقه غريبه. فاحنا عايزين يعني نجاوب على سؤالين في الفيديو ده. اول سؤال، طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني هل احنا نشتري؟ هل ده وصل للقاع اللي عايز يشتري ذهب يشتري ذهب دلوقتي ولا لا؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الناس اللي شاريه ذهب في العالي، مستقبل الذهب في مصر رايح فين؟ يعني انت شايف اسعار الذهب رايحه فين؟ نبيع ولا لا الذهب اللي احنا جبناه بالغالي دوت؟ سؤالين مهمين هنجاوبهم في الفيديو دوت. يلا بينا بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد عسال في القناه اللي تخص البنوك. لو انت مش مشترك معانا في القناه استاذنك تعمل لنا اشتراك، لان ده بيدعم المجهود اللي احنا بنعمله. يلا بينا بقى نخش في الموضوع على طول. الاول تعالى نمسك كده مع بعض سعر الذهب العالمي. طيب سعر الذهب العالمي بينفذ بكام النهارده وقت تصوير الحلقه؟ زي ما احنا شايفين مع بعض اهو، سعر الذهب العالمي حسب موقع جولد برايس هنلاقي اهو بينفذ. طبعا في تذبذب شديد، هنلاقي ان هو اهو وصل كسر ال 2000 دولار الاوقيه، وصل 2026 دولار للاوقيه ده وقت تصوير الحلقه. فمعنى كده الذهب العالمي بيزيد. طب خلينا نبص كده مع بعض سريعا كده، الذهب في مصر بيتسعر ازاي؟ الذهب في مصر بيتسعر على اساس ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هو سعر الذهب العالمي، فالمفروض في زياده، فالمفروض سعر الذهب يزيد، بس هو بيقل. طيب الحاجه الثانيه اللي بيتسعر على اساسها العرض والطلب في السوق المصري، في عرض ولا يعني في عرض كتير ولا الطلب كتير فالعرض قليل، فبناء عليه بيزود او بيزيد سعر الذهب. الحاجه الثالثه واللي هي الاهم، سعر دولار السوق السوداء. ده الثلاث حاجات اللي بيسعر عليهم الذهب المصري. تعال نخش نشوف كده يوم الجمعه 23 فبراير الاسعار الذهب كام دلوقتي. طيب بص كده حسب الفيديو اهو، لو جينا بصين ادي عيار 24 النهارده 3886 جنيه. طيب ده للجرام. طبعا عيار 21 3400، يعني هو ده احنا كنا بنتكلم في 4000. عيار 18 بنتكلم في 2914. فده طبعا ارقام غريبه، يعني ارقام نزلت بسرعه الصاروخ يعني. طيب ليه اسعار الذهب في مصر نزلت بالسرعه الرهيبه دي ورايحه فين؟ طب خلينا نتكلم على اول حاجه، اسباب هبوط الذهب في مصر. اول حاجه استقرار سعر الدولار بالذات في السوق السوداء، بقى له فتره ثابت. احنا لما كان سعر دولار السوق السوداء وصل ل 70 جنيه وكسر ال 70 جنيه، كنت بتلاقي الذهب ده عدى الاربعه في عيار 21 وعدى الاربعه 600 وبتاع في عيار 24. طيب احنا بنتكلم في بنتكلم ان هو لا، احنا بنتكلم في رقم قليل دلوقتي، او رقم يعني نزل عن ال 70 بالكتير جدا، بنتكلم في الستينات. طيب ده الاستقرار بقاله فتره، طبعا غير الملاحقات الامنيه اللي بتحصل لتجار الذهب وكده، فخلى ده هدى اللعب شويه في موضوع الذهب. الحاجه الثانيه بمناسبه شهر رمضان كل سنه طيبين، في ضعف في الطلب على الذهب. كمان من اسباب ضعف الطلب مش بس الناس عشان رايحه تشتري حاجه رمضان اللي هي غاليه اصلا وكده، لا، عشان خاطر ان دلوقتي انا واحد شايف اسعار الذهب بتنزل هروح اشتري. وده العجب العجاب اللي بيحصل للمواطن المصري. هتقول لي ازاي؟ المواطن المصري بتلاقي لما سعر الذهب يعلى قوي 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 راح يشتري. يعني انا كنت عملت فيديو واتكلمت بدل المره 3 يا جماعه، انا مش شايف لما كان بقى طبعا سعر الذهب العيار 24 معدي ال 4.5، يا جماعه انا مش شايف ان الصح ان انت تشتري ذهب دلوقتي. والناس كلها كانت رايحه تشتري سبائك ومش لاقيين السبائك. الناس كلها كانت تقول لك هيزيد والدولار هيوصل 100 جنيه والكلام كده، كنت طبعا بشوفه كتير في التعليقات. بس يا جماعه ده متسعر على 70 جنيه للدولار، وفي كده زي ما بيقولوا في البايب لاين او في الخطه ان في اتفاقات مع صندوق النقد، وفي حاجات كده ممكن تتباع، وفي حاجات، ففي سيوله دولاريه اصلا جايه لازم خلاص هتيجي، خلاص هي متظبطه. فمعنى كده ان الذهب في السوق ده هينزل. فيا جماعه السعر ده عالي قوي والناس كانت رايحه تشتري. لما تلاقي السعر بيقل تلاقي المواطن المصري مش عايز يشتري ذهب. يعني طب انت ازاي؟ يعني ده حاجه صعبه. بس خلينا نتكلم ان ده سبب مهم جدا، ان الذهب عشان سعره بينزل، فطبعا الناس خايفه تشتري دلوقتي.
السبب الثالث واللي عمل ربكه في السوق السوداء ونزل سعر السوق السوداء رقم جامد جدا، ونزل اللي هو عيار 21 او نزل سعر جرام الذهب رقم كبير يوم الجمعه، الصفقه اللي هيعلن عنها مجلس الوزراء، اللي هو النهارده طبعا لسه يعني وانا بصور الحلقه ما كانش لسه مجلس الوزراء اصلا اجتمع، هو كان امبارح يوم الخميس 22/2 كان اعلن ان في صفقه كبرى هيتم توقيعها يوم الجمعه. الصفقه دي هتدخل مليارات الدولارات لمصر، فطبعا ايه لما تدخل مليارات هيبتدي ايه يهدى الطلب على السوق السوداء، بس الفكره ان هو هيهدي الطلب، فلما هو يهدي الطلب فطبعا ايه هتلاقي الاسعار بتاعه الذهب بتنزل. فيجي السؤال المهم، المواطن المصري يشتري ذهب دلوقتي ولا لا؟ طيب السؤال ده ليه شقين. اول شق معانا النهارده الذهب سعره قاعد بينزل زي ما بيقولوا كده داون ترند. لو انت واحد بتستثمر في الذهب، يعني انت مضارب هتروح تشتريه وتبيعه مثلا كمان شهر شهرين، لا ما انصحكش تشتري خالص دلوقتي. انا مش شايف ان انا اشتري دلوقتي، شايف ان ممكن ايه اهدى شويه، لان لو حصل بعد كده تعويم او كده كده امبارح طلعت اللي هي كوزاك اللي هي متحدثه باسم صندوق النقد الدولي، راحت اتكلمت ايه، قالت لك ان الاتفاق مع مصر بيسير بشكل كويس جدا جدا، وكمان بتقول لك ايه، بتقول لك ان احنا مراجعتين الاولى والثانيه خلاص قربنا نخلصهم كده ايه هنسلمهم، فمعنى كده ان في سيوله دولاريه داخله، معنى كده ان خلاص ده الاتفاق جاي، يبقى كده ايه ممكن يحصل تعويم او تخفيض الجنيه تاني، معناها ان سعر دولار السوق السوداء هيبقى قريب من سعر البنك، فساعتها ايه ممكن تلاقي كمان سعر دولار السوق السوداء هيقل، ممكن يوصل 55 و50 جنيه كمان الدولار الواحد. فده معناه ايه؟ معناه ان سعر الذهب هينزل خلال الفتره اللي جايه. فانت لو واحد مستثمر لا، انما لو واحد مدخر اللي هو بتشتري اللي هو بقى بتاع 3 4 سنين 5 سنين الكلام ده، لا عادي انت بتشتري كل فتره، يعني ما بتشتريش بكل المبلغ اللي معاك، بتشتري كل فتره وبتعمل متوسطات. فده كده كل الفكره عن اللي بيحصل في الذهب دلوقتي. انا برضو هنتظر اجاباتكم في التعليقات، شايف سعر الذهب رايح لفين؟ وشايف لو انت واحد مثلا بيسالك انت هتشتري ذهب دلوقتي ولا لا، رايك ايه؟ اتابع اجاباتكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملها لايك وشير عشان اكتر ناس تعرف المعلومه، ما تنساش تعملوا اشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس. اشوفكم في فيديو جديد، شكرا ليكم.